الحلقه ديال اليوم واحد البوليسي صاحبي خدم معايا دواز معايا تا هو مسكين بزاف شفت التقاعد تلاقيت انا وياه وقال لي السي خراز واش كبرتي وليتي تنسى ولا مالك؟ قلت ليه علاش شنو كاين؟ قال لي وشحال من قضايا خدمنا وكاع ما تجبد غير ديال الناس اخرين خدموا في فاس بكناس في الدار البيضاء. هضر بعدا على ديالك واش خدمتي انت في هاد 40 عام؟ وشي قضايا كبار خدمتيهم تنساهم باش تذكرهم؟ قلت له خويا انا موجود فكرني. والله يحسن العوان انا كبرت ورانا عييت وثانيا هذا الشيء تيطلب بزاف، تيطلب نقلب على المساطير ونقرا ونشوف ونبحث ونتذكر، راه ماشي سهله. نقلب على المساطير التليفونات نعيط لهذا نعيط فلان كل واحد تيفيدني حسب مثلا قضيه وقعت مثلا في سيدي سليمان تنعيط للدراري الاخوان ديال سيدي سليمان تنهضر معاهم. واحد تيوريني واحد تنعيط لشي ساجين، تنعيط لشي مدير السجن، تنعيط شي واحد عنده علاقه بديك القضيه، راه ماشي سهله عليا. قال لي واش ما عقلتي شيء على واحد البنت كانت زوينه بزاف لقيناها في واحد الليله وحنا خدامين هنا في قنيطره، كنا خدامين لقيناها في الليل ودارتو فعلت قلت لي تفكرتها، قلت لي عقلت عليها. حافظ انت مزيان عقلت عليها مزيان؟ قال لي عقل عليها مزيان انا بوحده. قلت له هضر لي عليها. بقينا تنهضروا في هذه القضيه انا وياه، هو تفكرني وانا تنفكروا تنهضروا عليها، ياك مشينا هنا درنا هنا ونط انا تما حدا البلاصه اللي كنا جالسين كاينه واحد المحل تما، وخديت هذا الشوميز هذا وجدته تنجري وحطيته قدامي وشديت ستيلو وبديت اللي تفكرناها اللي فكرتوا فيها ما تنقولهاش لان انا عاقل عليها، واللي فكرني فيها هو تنشرط عليها تنديرها هكا قدامي وجدتها كما تتشوفوا نقطادنا وضرب هنا. وحقيقه كانت واحد الجريمه كبيره خدمناها، واحد الجريمه انا بغيت نقول لكم قصتها زوينه وغتعجبكم وغتاخذوا منها واحد الافاده. واحد الليله كنا خدامين الحملات التطهيريه. الحملات التطهيريه هي العرف. الحملات التطهيريه شنو هو التطهيريه؟ انه يطهروا المدينه من دوك الاوباش، من دوك المساخيط الواديين تيخرجوا بالليل، من كذا انه من تينعس البشر تيفيقوا الجنون، واللي خارج في الليل باش يقديش يشغل ولا شي عمل راه بشر، واللي خارج في الليل باش يكريسي باش يسكر باش يخربق راه شيطان، هذاك هو شيطان الانس. وهذوك هما علاش سميتو الحمله التطهيريه على شياطين الانس اللي تيديروا المشاكل. كنا خارجين واحد الليله وكانت ليله كانت ايام الشتاء، كان الشتاء وحنا خارجين وتنعرفوا تنخرجوا وتنبداو ديك الحمله التطهيريه مع 9 الليل وتنكملوها مع 6 الصباح، دور 9 الليل حتى ل10 حتى ل11 حتى ل12 حتى ل1 تتكون عاجبانا شويه، ماشي عاجبانا، تكون الخدمه شويه سهله ان الناس غاديين جايين تندخلوا هاد القهوه تنقلبوا نشوفوا هاد القهوه نهزوا هذا شمكات، نهزوا هذا تيستهلك المخدرات، نهزوا هذا مثلا ما عنده شيء لاكارت واحد مشكوك فيه شي سبي تنهزوه تدور. ولكن متى تفوت ديك الوحده تتبقى 2 3 4 وتدخل المدينه تما فين تنبقاو حنا مكملين بديك الفارغونه تندوروا فيها تماره شويه، ولكن تكون مفاجات كبار من واحد الوحده الليل، تكون مفاجات كبار لانه تما فين تلقاو القبض على مجرمين متلبسين بمحاوله السرقه المشدده، سرقه بالكسر، سرقه السيارات، سرقه كذا تبدا في هذا الوقت هذا. هذيك الليله كنا خدامين وصلت شي وحده الليل، كانت شويه الشتاء هي شويه خاويه، حنا دايزين في واحد القنت حدا واحد القياده حداها جرده تيبان وحدين عن بعد، تيبان كان واحد الاخ واحد الصديق ديالي كان سايق السياره الزميل ديالي في العمل وكيضوي يدير فار، مره تيدير فار، درنا فار من بانوا واحد 4 جالسين في واحد القنت، واحد هاز في يدو واحد القرعه ديال الشراب، وبانت لنا واحد المراه غادا في اتجاه ديالهم في الليل، مراه هازه واحد الصك وغادا في اتجاه ديالهم، وهذوك واقفين لهيه تيشربوا. هذوك شافوا الطوموبيله ديال البوليس وعرفونا هربوا، واحد ضربه القرعه من يدو ديال الشراب ديال الخمر وترست وهربوا ب4 ودخلوا مع واحد الظلام، ودخلوا مع واحد الزناقي الناس كنوصلوا لهم. هذيك المراه شافتنا دارت وجهها، شافت بان بوليس، كان واحد الكيوسك ديال واحد تيبيع الكاسكروطات خاوي في الليل ما كاين حتى واحد خاوي، مشات درقت وراه، حنا بقينا غاديين هذوك هربوا، المراه تتبان لنا الدرقات، مال هذه الدرقات
سير 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 حتى الكيوسك انا نمشيو. وانا هبط الجاج قلت لها اجي اجي وهي تخرج. قلت لها جي هنايا وهي تبقى جايه. ماك تخبيتي؟ قالت لي خفت سيدي. مناش خفتي؟ قالت لي خفت من دوك السكيريه. قلت لها انت خفتي من السكيريه؟ انت السكيريه هربوا ودرتي شتي طوبي دوز وتخبيتي؟ شنو عرفتينا حنا بوليس عندنا واحد البوله كان ضربت علينا الضو بانت سياره الشرطه. اجي لهنايا وهي تجي قال لها واحد الدري طلعي بغات تطلعوا ويقول لي الساك اللي حدايا شوف الساك ديالها. قلت لها جيبي الساك ديالك. وهي تقول لنا اش من صاك؟ قلنا الساك ديالك ولا نهبط من الطوموبيل. قالت لي الساك ديالي. وهي تبت الساك كبير. انا انت نسيتي الساك ديالك تما نسيتيه؟ قلت الساك ديالك ماشي ديالك. قالت لي ديالي. قلت لها هزها في يدك مالك مالك خليتي بغيتي تطلعي الطوموبيل بلا بي. ايوا خويا خفتي طلعي. هاد المره من طلعناها كان واحد العدد ديال شي شادين شي 6 ولا 7 ديال الاشخاص. هذا سكران هذاك هذا كويلات راكبين. شي وحدين شي سبي مشكوك فيهم ما عندهمش لاكارت ناسيونال ما زيناش معاهم. وهنا تنقول واحد الخرجه نقولها للناس بان بعض المرات تيوقفوك رجال الشرطه في الليل تيقول لك لاكارت ديالك تتوريهم لاكارت ديالك لاكارت ناسيونال تجبدها بحال هكا تجبد لاكارت ناسيونال تيقراها تيقول لك طلع. والناس بعد الناس تيقول لك واصاحبي انا بلا كارت وما هزوني داولاش صالحه لاكارت. تيهزوك لانهم تيشكوا فيك تتواجد في واحد المكان مشبوه فيه وفي واحد الوقت مشبوه فيه وواحد الحي ماشي ديالك وما صحتيش الغرض فين غادي بالضبط. تيهزوك واخا لاكارت ديالك عندهم حق وتيديوك وتيبحثوا معك يديوك لا بيرمانونس وتما تيبوانتيوك شوف الصوابغ اللي عندك واش كذا وكذا وكذا غادي يطلقوك. لان واحد ما يتخلقش الا رجال الشرطه قلتي لها لاكارت وقالك طلع وتقول هاك عندي لاكارت بوحدها راه لاكارت مزيانه تكون عندك هزه معك باش ما تخلصش غرامه. راه كاينه غرامه فيها 300 درهم لما بقاوش لك البطاقه الوطنيه هزه معك ولكن عندهم حق يدوك باش يبحثوك لانك انت تتوش واحد المكان مشبوه واحد المكان اش تدير فيه ما خدعتيهم شيء ما جاوبتيش مزيان. هذيك السيده قلنا كما قلنا طلعناها وقلنا لها فين كنتي انت؟ قالت انا سيدي مدافزه مع راجلي انا منسله وانا مخاصمه مع راجلي وجيت عند واحد صاحبتي حتى هي سلاويه عاد كانت هنايا في هذا الحي كانت فيه وجيت عندها وجا خوها في الليل شارب وبغى يتكرس عليا وفي الاخر خافت منه قالت لي خويا شوفي فين تمشي هزيت الساكي وانا خارجه غنشوف شي وطير ولا شي حاجه فين الناس. هذه المراه في خطر. ثانيا هذه المراه هذه كما ذكرني صاحبي وتنذكرها انا كانت مراه نظيفه كانت مراه نقيه في وجهها وكانت زوينه علاش نكرر كانت زوينه. هذيك المراه ماشي ديال الخريج في الليل وهذيك المراه ماشي ديال تخاصم مع راجلها وتساكها ماشي داك النوع. لان هذاك الجمال ديالها انا قلت حفظها الله في ديك الليله كنت ساطت مع شي وحدين كنت تكرسوا عليها لان كانت امراه جميله ولكن هذا ما كانش كافي ما كناش قلنا حنا بون غادي نشوفوا لها وطيل هذه المراه هذه ولكن غنبحثوا مع هذه المراه هذه واش هادشي تتقول لنا صح. ثانيا عندها واحد الجرحانه في يديها والجرحه ديالها بونسمون تتقول هذه من ضربني راجلي ضربني بواحد المسل يديا جرحني وخرجتو. اذا عندك مع الولاد عندي مع بنت وولد فين ما ولادك راه خليتهم لي في الدار وجيت مسلا لهنا جيت عند صاحبتي قلنا بون نبداو بالبدايه لاكارت ديالك عطاتنا واحد ما عندهاش لاكارت ناسيونال عطاتنا قالت لك لاكارت ناسيونال خليتها ليه في داري فواحد الساكي ما خلينيش ندي خليتها تما عطاتنا واحد عقد زديات هزها معاها ملويه في البسطام. انت عندك لاكارت ناسيونال مصوباها وخليتيها في دارك وانت هزها معاك عقد الزيات قديمه ملويه هذيك العقد الزيات شحال هي في ديك البسطام واش هاد لاكارت هاد العقد ديالك انت داير فايت طاحت لك لاكارت ناسيونال قلت لك لا سيدي واش دير لك وربما بحال كان لقى البوليس لا لقى البوليس غتلقاهم بلا كارت ناسيونال متقيمش بعقد الزيات قديمه. على اي قبل ما نديوك الكوميساريه غادي نرجعوا معاك عند هاد المراه هذه اللي كنتي ناعسه عندها وخرجتك. اخويا قالت لك تقول لي جبتي لي البوليس ولا شي حاجه وغتغوت معهم وانا ما نبقاش ندخل عندها. انا ما ندخلش عندها انا ما رجعش داك خوات كلام مسخوط واش تفير شي حاجه وهي اللي قالت لي اختي تبري راسك وغير ورينا الدار غير نهضروا معاها. مشينا قالت لك رجعنا ديك الحومه تنقلبوا ما عقلتش على الدار
كيفاش ما عقلت؟ قالت والله ما عقلت. لا دوزو من هاد الحومه، دوزو من هاد الدرب، دوزو بقاو غادي نتادب. لا واحد الدراكب. هادوك الشماكريه اللي جالسين في الطوموبيل، دوك اللي شادين، منهم شماكريه ومنهم شي وحدين، كل واحد علاش بدخلوا على الخط. ولا شي واحد تيقول لها شوفي اختي انا وداد الحومه شنو سميتها تتقول لي عزيزه اش تدير؟ تتقول لي عاد كرات هنا اشوف الشاف كاينه وحده سميتها عزيزه حدانا دور حداها، تمشيو تقول لك هاد، تقول لها ديال الدار ماشي هي الدار، تقول ربما تلفتي نطقوا على المراه، تنطقوا تخرج لنا شي عزيزه كبيره شي مراه، السلام عليكم مساء الخير يا سيدي، والو باس، تقول لها هذه عزيزه سمحي لنا نصدعنا، واخويا انا قلت زعما ربما حيت هذيك هي عزيزه اللي عندنا في الحومه، صافي امي عزيزه صافي الدنيا هانيه. والله ما ننسى ذاك النهار، تنتفكر دوك الاحداث اللي تيوقعوا داخل الفارغونيط. زيد قلب عاوتاني هاد الحومه، خويا انا ما عقلتش. انا كيفاش ما عقلتيش؟ كيفاش جيتي عندها؟ قالت كان عيطت عليها، عندي التليفون ديالها وعيطت عليها وقالت لي جي لبلاصه الطاكسيات وانا غنجي ناخذك، خدتني بلاصه الطاكسيات وزدتني في طاكسي وداتني لدارها. انا ما عقلتش. عطينا التليفون ديالها، عطاتنا واحد التليفون، جاوبنا واحد السيد فيه، السلام عليكم. السلام خويا لاباس بخير كذا واش انت الزوج ديال عزيزه ولا الاخ ديال عزيزه؟ شكون عزيزه؟ لا خويا لا. وهذا رقم التليفون؟ لا ماشي ما عرفتوش انا هذا الرقم، شكون طاح في يديكم هذا الرقم هذا؟ واحد السيد عطاتو لينا، هضري انت واش هذا التليفون ديال هاد صاحبتك عزيزه؟ ديال عزيزه، راه ليه خويا انا صاحبت عزيزه. اختي انا ما عرفتكش انا شكون عزيزه؟ حنا ولينا في التخربيق، حنا بدينا في التخربيق. صافي لا صافي ندخل الكوميساريه. دخلنا الكوميساريه جلسنا في الكوميساريه، السيده ولا مشكوك فيها، الصاك اللي خلات، واش متبعين معايا؟ الصاك اللي فاش وقفت على فارغونيط طوموبيل البوليس هنا فارغونيط، عرفت على فارغونيط ديال تيسميوها فارغونيط، ما وقفات عليها خبات صاكها وجات عندنا بلا صاك وبغات تطلع الطوموبيل بلا صاك. التليفون اللي عاطينا ديال ماشي وحده سميتها عزيزه، الدار اللي تلفت عليها وداك السيد عاد كرات، هذه عندها هذه تتخطط مزيان، هادو من المجرمين اللي كنا تنخافوا منهم. انا بانت ليا هاد السيده شتا تجاوبنا اوتوماتيكمون، تنسولها تتجاوب واش هي انتيليجونت، واش امراه متنوعيه مزيان. كاين شي وحدين تيكونوا سيردوي انتيليجونت تتفكر، او هي تتعرف تكذب، او هي مجرمه واعره. هنا بقات بين الشك واليقين في هاد السيده هذه. جبنا هاد لا بيرمانونس، دخلنا دوك السمكه راه حطينا وجلسنا لهيه هكا خويا شوف هادو بوانتيهم، شكون اللي روشيرشي، شكون اللي كذا، شكون اللي عنده الدراري خدامين معاه. شديت انا واحد الضابط جلسنا معاه، قلنا شو قال لك مع راجلك؟ قلت الصراحه انا راجلي لقيته مدخل وحده للدار، او انا مشيت غير نهزي واحد السيده ومن جيت على غفله لقيته مدخل وحده للدار، ومن غوت معاه شدني ضربني وهذا قال لي دوري في الدار نقتلك. والسيده بقات ولا هربات؟ لا السيده خرجات. وانت هزيتي صاك وخرجتي؟ خرجتي بالليل. بالليل شديت المركوب وجيت عيطت لصاحبتي قالت لي اجي. الصاك كاش فيه؟ نشوف هذا الصاك خويا فيه غير الذهب ديالي وفلوسي. حل نشوف ذاك الصاك، حلنا الصاك تلقاو واحد الصره فيها واحد المضمه رقيقه مجموعه ديال الذهب، شي سنيسلات، شي خويتمات ديال الرجال، شي سنيسات ديال النقره، واحد المبلغ ديال 8000 درهم. وديك 8000 درهم جديده وديالها لاستيك. هاد الفلوس هادي خرجتيها من لابونك؟ لا كانت عندي، بعطي فلوس جديده كانت عندك في دارك اللي عند راجلك؟ ديالي هذيك. انت خدامه؟ لا ما خداماش، هو تيعطيني ماشي ما تيعطينيش، هو تيعطيني وانا تنخبي حتى خوتي تيعطيوني، خوتي موظفين تيعاونوني. ماشي بعيد هاد المراه هادي نقيه، وهاد المراه لابسه مزيانه، وهذا ماشي بعيد. أرا نشوف واش هاد المراه هادي، أرانا سميت كوكنيتك، ما بوانتينا هاد المراه تلقاو بأنه الهوية ديالها ما تنطبقش معها. هاد السيدة هادي تتقول لنا واحد العمر ديالها اللي هي عندها تقريبا واحد 30-32 عام،
ولكن الهاويه تتخرج لنا ديال واحد البنت عندها 20 عام او 19 عام، عندها لاكارت ناسيونال. كاين تخربيق في هذه الهاويه اللي عطانا ديال العقد الازدياد. العقد الازدياد لما بوانتينا بالعقد الازدياد تلقاو كاين مشكل على العبر. قلنا بون عيطوا الناس ديال التشخيص القضائي. التشخيص القضائي جاو ناس اختصاص ديالهم، خداو لها البصمات ديالها ومشاو عبروا حسبوا البصمات ديالها وجابوا لنا الهويه ديالها صحيحه. لقينا بان الهاويه اللي عطاتنا الاولى ديال اختها صغار منها، اما الهاويه اللي لقينا حنا لما جاو الناس ديال التشخيص القضائي لقينا هويتها فيها شنو دم اجل السرقه، الضرب والجرح، الفساد، بادئها باللول، الخيانه زوجيه. يمكن طلقت بدات السرقه، الفساد، محاوله السرقه، كذا امراه عامره. قلنا لها شكون انتيا؟ علاش تكذبي علينا؟ يعني كذبتي علينا. منين جاو هاد الفلوس؟ دابا عرفنا بان هاد السيده محترفه بالمعقول. فين كنتي هنا؟ اين دارك انت وفين مشيتي؟ سيدي ما كذبتش عليكم، انا جا عليا راجلي وكذا وكذا. من النيابه العامه قلنا واش كاين؟ قال لي الاستاذ ذاك الليل السيد نائب وكيل الملك قال لي سي خراز. قال نعم. شتي خيتي اش غدير؟ وقفوا معاه حتى لحدها، غادي تهزوها وتمشيو سلا توريكم الدار ديال راجلها وشوفوا مع الراجل اش غيقول لكم، وشوفوا واش متزوجه او لا. ولا الضالين امين. شدينا طريق في ذاك الليل، شدينا الطريق ما خليناش حتى الصباح. قال لك دابا سيروا معها، راه غدا تلقاو شي مشكله. مشينا معاه، قال لي انتم ما غادخلوش للدار، انتم غتدقوا خرج عندكم راجلها. مشينا غادي بينا من هنا توصلنا لواحد الحي بسلا، جاب الله المدينه قريبه من المدينه ديالنا، ودقينا وخرج واحد السيد راجل معقول وقور. السلام عليكم بخير، اسمح لينا مسكين كان ناعس. قلنا له يا ودي راه ما كاين حتى شي مشكل، ما تخاف شيء. حنا بعدا ما مشيناش بالسياره ديال الشرطه في هذاك باش نخلعوه، الامن الوطني ني با باريولي السياره ديال الامن فيها الشرطه في البلاكه، ولكن ديال لابيجي. خصينا نديها البطيقه ديالنا، اسمح لينا عافاك. انا باقي عاقل. هذاك السيد عنده الدار كاين واحد الجرده قدام الباب الحديد، وعاد الباب تيدخل من ليه. دقيت عليك تسمح نهضر معاك اخاي، حنا الشرطه. قال لي مرحبا. لما جاي الباب تيتصنت، ما تحوش الباب ديال الحديد حتى تاكد مني الله يكثر خيرك. وهاد المره ملي عندك شي واحد في هذا الوقت في هذه الوقيته هذه هاد 2 الليل و3 الصباح ما تدخلش عنده ديما هكا، تتيقن منه. ها لاكارت ديالي، خذ لاكارت ديالي، شدها تلقى فيها امن. قال لي هاكا سيدي مرحبا. قلت لها صاحبي تا هو والناس اللي معايا. هاد السيده هذه بغي نهضروك عليها. قال لي هاد السيده سيدي مطلقه انايا، مطلقه، راه عندي معها ولد وبنت، راه مطلقه جاري عليها. هادي شديتها بخيانه الزوجيه. هادي قالت دابا راه ما عرفتش 8 سنين ولا 9 سنين. وهذه الثانيه جابت لي البوليس هاد المسخوطه هذه. اش بغيتي عندي؟ قال لها اش بغيتي عندي؟ اش جايبهم ليا؟ ولات تخرج بنته، خرجت واحد البنت كبيره وتقول لها بعدي منا، عطينا صبرتي ساعه اسيدي، هذه ماشي امي تبعد منا، هذه راه مسخوطه، هذه راه بنت الحرام، راه شفاره، راه كذا، راه حصلها با وهذه. قلت نتهضر معاك الله يعطيك الصحه الشريف، واش ممكن ندير لك واحد المحضر في هذا الليل ولا نجي عندك الصباح؟ قال لي يا سيدي مرحبا، بغيتو تدخلوا هذيك ما تدخلش. قلت الاخوان بقاو معاه، دخلت انا واحد البوليسي، دخلنا درنا ليه واحد المحضر تيقول فيه لا اسمح لكم باش تدخلوا لداري، واخا الوقت واخا من حقي ما نسمحش لكم، سمحت لكم باش تدخلوا لداري في هذه الساعه هذه، لان الحاله البحث اللي تبحثوا فيه تيطلب استعجال. وجلسنا، انا قلت لها ودي احتراما الناس اللي ناعسين للداخل، قلت لي خرجنا عافاك شي كراسه قدام الباب، لانه عنده سومي فيلا بحال فيلا صغيره. خرجنا على الكراسه شالطو وكتبت ليه بمحضر وقلت لها ودي بانك سمحتي لنا باش هذا، وقلنا لي حاول ديك المراه تيقول بهذه المراه هذه انا مطلقه ما شديتها التلبس بالخيانه الزوجيه، واللي كان تيجي عندها جا عندها لداري، كان تيدخل عندها لداري جاري، كان تيدخل من الفوق تيدخل لداري. شوف كيفاش نسبات لينا هي كيفاش كذبت وقالت انا راجلي حصلته مع وحده وجرى عليا، هو اللي ضربني وجرى عليا في زيد دابي وزدت في حالتي. وهو تيقول لك اسيدي هذه 7 سنين واقع عليه مع هاد المسخوطه هذه، راه حصلتها مع الجار ومشاو للحبس وخديت لها الدري ومشات بحالها. راه واحد النهار جابت لي البوس في هذه القضيه هذه، جابتهم لي من مكناس وقلنا لي واش تتبعها؟ قالت تنتبعها سيدي، هاد المرات تكتب تجي تنتبعها. وبنتها ما بغاتش تسكت، ديك بنتها ما خلاوش بوس تخرج لها،
عرفتي ذاك الليل راه فيقت الجيران، هذه يا فلان البنت تعير ما بواحد الكلام زعما كارثه، والاخرى ساكته. درنا المحضر السيد، قلنا له ودي احتاجتك المحكمه راه تهضر، الله يكثر خيرك لا احتاجتك غنهنموك. قالك سيدي انا مستعد، ياك القنيطره سيدي نجي القنيطره، هذه راه بسلت عليها وكذا وكذا وكذا. طلبنا منه المسامحه وجينا في حالنا وجبنا السيده. قلنا له شوفي دابا حنا بلا ما نبقاو نطولوا معاك وداك الشيء، وانت دابا تتعرفينا وتنعرفوك، انت السلعه ديالنا وصاحبتنا، انت مجرمه وحنا معاهم مصاحبين مع المجرمين، وحنا السلعه ديالنا هي الاجرام. دابا لك ما تدوري معنا، وحنا السلطه القضائيه. حسن ما ندخلوا معك شي مداخل اخرى وشي هضره اخرى وشي ابحاث اخرى. وفي ذاك الوقت قلت لها حسن ما نزيروك. عرفتوا شنو هي نزيروك في ذاك الوقت؟ راه ما تكذبوش عندنا حنا في السلطه القضائيه في ذاك الوقت. حسن لك تصالحينا ديال من هاد الذهب وديال من هاد الفلوس. هاد الذهب ما هزيتيش من الدار، ديال من هاد الذهب وديال من هاد الفلوس. هاديك المهم واحد خينا داني لدارو وتلاقى بيا تسلا وجابني جابني للدار. المهم دار فيا اللي بغا وتكرس عليا وخليته تخرج من الدار ديالو. المهم مشيت سخر باش يجيب الشراب وانا نهز ليه هاد الشيء هذا. فين كاين هاد السيد؟ كاينه في قنيطره سميتو، حتى تيبيع لافيراي، عنده ديال لافيراي تيبيعو، سميتو فلان تيبيع لافيراي. قال لي واحد البوليسي كان معنا قال لها فين كاين حانوتو في لافيراي. انا جاني السؤال غريب، ولكن ما قلتليش سكت من هاد الهضره ولا شي حاجه، خليه ان كاين ناس كانوا تيبحثوا احسن مني، او كاين شي واحد اللي عنده فكره تكون احسن منك. انا تنقولها ضبط السلطه القضائيه في البحث، ما نخلي العناصر اللي معك يعطي واحد السؤال، ما تقوليش خلينا نبحثوا اصاحبي سكتنا، لا ربما فيه الخير. قالت لي الحانوت ديالو هو الاول مع الثالث مع مشيتي مع الدخله مع كذا كذا. اذا قلت لك البوسيه اش بغيتي بهذا السؤال زعما شنو فهمتي منه؟ قال لي عندها معرفه قديمه مع هذه السيده هذه، ما يمكنش تلقاها من الاولى، عارفه لي الحانوت عارفه كل شيء. قلنا لها غدينا للدار، غادي كنديكم من الدار. اذا الدار حتى الصباح، وصلنا 4 الصباح بقاو نخدموا. دخلنا السيده، دخلناها حنا تركنا لان مرات 5 ولا 6 صافي طلع النهار. مشينا مسلا دخلناها، علمنا بها، دخلنا الحبس غدا نكملوا الهضره. خدينا دوك المحجوزات اللي عندها. ومن الغريب الحوايج اللي صيدوها ان داك الصاك فيه شي صباط جداد ديال العيال تكون كبر منها. واحد بوليسي قال هاد الصباط ديالك؟ قالت لي قال لبسيه، وهي تلبسو كبار منها صباط. كسفتهم لي اختي من الخارج، هذه فاش كانت تكذب، ولكن فاش وصلت قالت الصراحه قالت سرقتهم لي حتى هما هزيتهم من خرج يتسخر، حيت كرفت عليا ودار ليا. السيد عرفناه، داك الفيرايور معروف، لان الفيرايور ما كاينش 10000، تلقى الفيراي فيه 50 40 معروفين عندنا. الصباح طلع الصباح نضنا 9 كنا موجودين هنا. فاش تنقول لكم شوفوا الخدمه د البوليس كي دايره، تبداها انت ما تنتفق مع الصباح، تفقتي مع الصباح نمشي الخدمه مع 9 وتضرب 9 وانت خدام وتخرج مع 4 وتمشي في حالك وترجع. فيك لا بيرمانونس، فيك لا بيرمانونس ديال الحمله كيما وقع لنا حنايا. فينا لا بيرمانونس، فينا الحمله، درنا الحمله. في الحمله طيحناها تخيتي، ولينا فرقنا على 2، النص بقى في الكوميساريه 2 و3 شدينا الطريق السلا وتخدم في سلا ودير داك الاجراءات اللي قلت لكم، وتجي من تما وتجي مع 4 ولا 5 الصباح تدخل وتدخل السيده وتبحث في هادشي راه فيه الحضره والبحث والكارو والهضره والبحث والكارو، وتنوض مع 9 باش كون نبداو نخدموا. باش لكم تنقول لكم ديما الله يسمحنا من البوليس ولا يسمحنا من الدار، راه الامن ديال البلاد راه ما وقفش غير هكاك، وهذا الشيء راكم عارفينه كاملين. نضنا مع 9 الصباح مشينا عند السيده، خرجناها مشيت تنهضروا معاها، لا يا تنهضروا معاها. مشينا للدار ديالك خينا بلا ما دينا تنعرفوه، لقينا مشى الله في رايه، عفوا تبعنا الله في رايه لقيناه لاباس بخير تعرفنا تنعرفوه. نبدا عندك واحد المشكل. شنو هو واحد المشكل عندك؟ شنو وقع لك البارح؟ شنو وقع لك في دارك البارح؟ وحنا انت راك صاحبنا. قال لك اودي انا ما نخبيش عليكم، واحد خيتي تعرفت معها في سلا
تعرف نهار لقيتها في لافيرا ديال سلا، جات مع شي وحده عندها شي طوموبيل غيشريو شي بياس، وعجبتني، قال لك الشيطان عجبتني وتعرفت معها. المهم تلاقينا النهار الاول، مشينا لمولاي يعقوب وداك الشيء. من بعد بقى اتصال بيناتنا، قالت لي انا غنجي عندك القنيطره، قلت لها اجي، وقلت لها الوقت فوقاش تجي. وانا صراحه خربقتها درت مصيبه. المراه عندي كانت مشات لواحد العزو ديال واحد جداها ماتت، مشيت شفتها وخليتها مع جداها، وهي مشات لأزمور المراه عندي، وقلت لها تبعيني من تسالي تبعيني، انا عيالتي تعطلوا ديما في الكنازات وداك الشيء. هذيك من جات انا معروف في القنيطره، ديتها للدار، ديتها للدار، والصراحه مشيت جبت الشراب، بقيت تنشربو انا وياها. وقع ما وقع بيني وبينها، وقع فسدت معاها، زيد. واو شنقول لك، قالت لي اعطيني 5000 درهم محتاجها. قلت لها لا، محتاج 5000 درهم، انا شنو انا تنطبعهم؟ انا اعطيك، انا هذيك المره عطيتك 1000 درهم، دابا ما عنديش شي، شويه نزير وانت جيتي على غفله وهذا، وجدتك للدار ما غنديرش باش نمشي للوطيل وكذا، نعطيك 500 درهم. قال لي سكرت ويا تنوض، قالت لي والله ما عطيتك 5000 درهم تندير لك شي مصيبه هنايا، والله تندير لك شي مصيبه. قلت لها كيفاش غدير لي مصيبه؟ قلت لها غندير لك مصيبه صافي. وهي ضرب لي الدجاجه بيديها، الدجاجه ديال الماريو، هرست لي الدجاجه بيديها ديال الماريو، بقات يدي عامره بالدم. ومشيت خرجت، بقيت تنبرد فيها تسكتها، قلت لها غنعطيك ما نعطيك، درت لها واحد السيف على يديها. مشيت لافارماسي، جبت القطن وجبت داكشي، لان في الجرحه هنايا شويه كبيره، وحبست الدم، ولويت لها داك البونسمون وداكشي كله. غير انا قلت لها داكشي، قالت لي غنمشي بحالي دابا. قلت لها ودي انت دابا شاربه وهذيك، قالت ماشي شغل، دابا غنمشي بحالاتي، دابا عطيني غنمشي، ما نجلسش معاك هنايا، راه غندير شي مصيبه، انا راه حنقى بعقلي. داكشي حتى هي دورت معاك دازت بحالك، زدت هكا ومشات بحالاتها. زيت شنو اخر، مشات في حالتها، ولكن اللي بغيت نقول لكم انا راه مصيبه وقعت لي في داري. قلت له شنو؟ وقال لي من مشات الصباح، طلع الصباح وداك الشيء، اكتشفت بان سرق الذهب ديال المراه ودارت لي 6000 درهم. وكيفاش عرفت هاد الفلوس انت كاينه تما؟ والصراحه انا من بغيت نعطيها الفلوس، انا دخلت للبيت الناس، وكيت تشوف، وحليت وجبت لها الفلوس، راه تشوف فيا، جبتهم واحد الماريو عطيتهم ليها، وداك الماريو كان فيه واحد المجر اللي فيه الداب ديال المراه. يمكن بالحرام نمشي نجيب ليها الدواء داكشي وثبتها وتصالحت معها، تما لعبت ليها ما ودارتهم في الصاك ديالها، وقالت لي غنمشي. انا ما خليتها تمشي، ولكن ما عرفتش بانها سرقاني، وبقات تتغوت تقول نمشي دابا وندير لك شي مصيبه. وفي الليل، وخرجت في الليل، هذاك الوقت هو اللي خرجت فيه، هي تلقينا فيه حنايا، تلقينا فيها غادا سالته وديها دار لها هذاك البونسمون. قال لك فلوس صحيحه مشات ليا، ما نكذبش عليكم. قلنا لها ودي تمشي معنا الكوميساريه، دينا لابيجي، شافتو، قلنا لها هذا هو، قالت لك هو هذا. يلا شكون يضربك يدك؟ قولي شنو يضربك يدك؟ عقات كده، قالت لك انا ضربتها مع واحد المرايه. ولكن الغريب في هذه المراه هذه، الغريب اللي مبغاش تنسى ليا، ان السيد قال لك انا شربات معايا، وهي تقول انا ما شربتش معاه. شمن شراب جبتو؟ قال لك جبنا الفودكا. وهي اللي كانت تكب ليا، وكانت تشرب انا وياها، وجبت الماكله وجبت كل شيء. والسيده حنا ما لقينا ما فيهاش ريحه الشراب. كاين شي ناس تيشربوا بعض المرات ما تكونش ريحه فمهم، بعض المرات حنا تنعرفوا في هذا الميدان تكونش، وكاين اللي تيشرب غير كاسه ريحه خانزه فمه. ولكن واش ما شرباتش معاه؟ حنا ما شفناش فيها الريحه. هي تقول لك انا ما شربتش معاه، كنت نكب ليك وما شربتش معاه، هو كان تشرب معايا. حيدنا هذه النقطه هذه، هي ناكره الشراب. الفساد معترفين بجوج، وقع فساد، ولكن هي من مشى يجيب ليها الدواء
هي لعبت لي مع داك الشيء، غير جا قالت لي مشي، غير دابا قالت مشي بحالي، لانها ديك الساعه عندها داك المسروقات، هو ما قلب لا صاك لا والو، ما بغاش تخرج داك الليل وكان خرجات مشي بحالي، وخرجت مع ديك الوحده ديال خرجات فين تسطحنا معها. هنا السيد تا هو عندهم، هو متركب واحد الجنحه خصو يتقدم عليها المحكمه انه الفساد، هي عندها السرقه، هو عنده الفساد والسكر، ولكن الخيانه الزوجيه هي اللي مهمه في هذه القضيه هذه. هي عندها السرقه، الفساد والسرقه، الفساد معه السرقه. مرت المعني بالامر جات لما درنا الحراسه النظريه، اتصل بالمراه باش تجي، جات قبل النهار ديال التقديم، جات مراته، جات صنتنا لها، قالت سيدي انا ما غنتابعش راجلي. قلنا لها كلشي، قلنا لها ودي هذه سرقت، ولكن ها هو الذهب ودات ها هو راجلك راه جابها. واحد الكلمه كانت قالتها هذيك المراه فكرني في هذاك السيد، وقت لها الشريفه بوحدنا في البير واخرى لهيه، دابا عندكم الدراري وداك الشيء وهذا، شنو فكرتي غديري؟ قالت الله يسامح. ايوا قلت لها ايوا انا نستسمح راجلي، وبعدا من دار هاد الشوه هادي واش غيشوفوها الجيران والناس، بعدا راه تساهل، راه زوينه، راه زوينه، لا دارها مع وحده زوينه، الحمد لله ما دارش مع شي وحده خايبه. بحال مسكينه تبرد راسها، قلت لها الحمد لله مابقاش معاه وتزوج عليك، هذيك راه كون بقاك ونتزوج عليك. قالت لك ايوا حفظ الله. نزلت ليه مراته قدام المحكمه، هي معروفه، خدات عامين ديال السجن. علاش دات عامين السجن؟ لقيناها محوس عليها من اجل السرقه، فسله السرقه من عند واحد خينا من داخل محل اللي بيع الأثواب، ضربت بعامين، القضيه بجوج، وهو خدا 3 شهور، خدا 3 شهور ديال السجن، رغم ان مرته تلقات منه هاد السكر اللي كان عليها، ما عندش المرأة الحق باش تنازل ليه على السكر، لا، تعترف بانه سكر ودار وجابها للدار وكذا وكذا، وما بغاتش المحكمه تطلق منه، ماشي غير مرتك سمحت لك سير، هذا روينه كاع اللي درتي، لانه ما مشاش ديكلارا، ما مشاش دار، عطاتو 3 شهور ديال السجن رحموه، وهي خدات عامين ديال الحبس مشات بها. ما انا من تما وكيما تفكرت، كاين شي وحدين، شي نساء شي بنات تستغلوا الجمال ديالهم كسلاح لارتكاب الجريمه. شحال من وحده تكون زوينه ومجرمه وبداك الجمال باش تلعب على عباد الله، بس بداك الذكاء اللي تيكون عندهم والجمال تيلعب، لما تيطيح واحد مع شي وحده وجروا الجمال وتتولي واحد المدغه سهله في يديها، دير به اللي بغا، هو تيشوف غير بالجمال، ما تيشوفش الداخل ديالها. حنا تنشوفوا ديما داك اللي واشم وعنده سيكاتريس وواشم في عنقه وهذا اصل قوطو مجرم، راه كاين مجرمين في النصب والاحتيال زوينين وبوغوس والكرافات والطوموبيل والهضره والكلام، هو الخطير، هو الخطير. هادو دابا اللي تيحرقوا الناس، انا ما عندهم واشمين ديال هذا اللي تيحرك تيجي انسان معقول. حنا غنديو هاد الولد ديالكم ان شاء الله برشلونه، وغادي يخدم برشلونه، لان كاين تما ولد اختي ياك دريس نصيفطو عند ولد اختي يسكن معاه الطوموبيل راه كاينه وكذا وكذا وكذا. هادو اللي تيوظفوا الناس، اللي تيقولوا الناس غنوظفوكم، واش هما شمكاره، واش هما عندهم سيكاتريسات، راه نقي تدخل بديك الاناقه. هادو دابا اللي ولاو تيجي تعرف مع البنت ويخطبها ويتذكر معاها ويمشي يدخل لدارهم ويجي، راه تيكون الطوموبيل كاريها ولا ديالو وتيكون لابس مزيان والاناقه، هادو هما الخطيرين، اخطر من داك اللي شمكار تيجبد موس يدي بورطابل وداك الشيء. بحال هذه الجمال ديالها، شوف السرقات اللي دات واللعب اللي لعبت واش دارت في حياتها، وغتخرج غتبقى على داك الشيء هذاك. هذه نقطه من النقاط اللي بغيت نفسرهم هنايا. ما تشوفش واحد نقي وزوين وظريف وبوغوس وكذا 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 وتيق ثقه عمياء، راه تيقد يكون نصاب، تيقد مجرم، يقد يخرج لك شي خرجات تيقول الناس ناري والله ما يصحابني يديرها صاحبي، والله ما يصحابني يديرها بحال هذه. نتمنى بالله هاد الرساله توصلكم واستافدوا من هذه الحلقه هذه. وبنقول لكم واحد القضيه، هاد الايام شفت انا واحد البرنامج في الوثائقيه الشينوا مجلسين واحد المجموعه ديال الاطفال في المدارس
وتيوريهم بواحد ليكرون كبير، تيوريهم باواتهم تيخدموا، راجل هز الحديد، راجل تيخدم، وحدين تيضربوا تيرسوا الحجر، وحدين في المعمل دافعين كراس كبار، تيقول شوفوا باواتكم التمارين تيضربوا، شوفوا باواتكم، ودوك التلاميذ تيبكيو. وخديتها واحد النقطة من هذا البرنامج هذا وبغيت نقولها لكم، حنا ما ناخذوش على العيات اللي تيخدموا، خلي العيات واخا العيات هما تيضربوا التمارين، نهضروا غير على الرجال، لانه تلاحظوا في المغرب راه عندنا بزاف عيال جالسين في الديور اكثر من الموظفات. نهضروا على الرجال، راه خص المراه ولدها الصغير تهضر لي على التماره ديال باه، قولي الا باه بغى ينعس، الراجل من جايين بغى ينعس، ما نقوليش غير اسكت خلي باك ينعس، لا نقول ليه باه علاش غينعس، شوفوا ولدي باك تيضرب تماره، عرفتي دابا في المعمل تيهزو الحديد على كتافهم، شتي مسكين الباع، شتي رجليه كي دايره، شتي دار هذا، شتي هذا باك اش تيدير، واخا يكون موظف، شتي ولدي تيدخل دابا في البيرو راه ما تيجلسوش وليدي، راه تماره باك مسكين تيتعذب من نجيب باك بوسو، ولا با سمح لي تتعذب علينا وكذا وكذا وكذا. هادشي ما يقولش الولد الاب لباه، الولد واخا يقول شوف ولدي انت نضرب لك تماره، خاص الام فيق الدري وتولي بان باتي يستاهل يجي يرتاح، يستاهل يجي ينعس، لانه تيكون في تماره. نوري لولدي الخدمه ديال باه، نوري لولدي الخدمه ديال باه، خصو يعرف باه فاش خدام. انا با معلم والسلام، با معلم صافي، با معلم. تقول لي تماره تضرب باه، توريه تماره، ما يبقاش يطلب باه الفلوس بزاف، غادي يقول با تيضرب تماره على الفلوس، غيبقى يحترم باه، يولي يخلي باه ينعس. وري ولادكم الخدمه ديال باه، هضري على الخدمه ديال باه، علميه الخدمه ديال باه، قوليها ليه شنو هي الخدمه ديال باه، قول ليه راه فيها تماره وفيها 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 وفيها، غادي يزيد يحب باه اكثر، ولا تحب باه اكثر ويبغي اكثر، وتقلب على راحته، ويعاونوا امهم على راحه باهم اللي يجي يريح. وكذلك بالنسبه للمراه الموظفه، بالنسبه للاب خصو يقول لي خلي باك، امك وليدي راه جات مرتها، عرفتي تخدم عند المولود ديالها، واعره الخدمه ديال امك، راكشي مسكين انت تمشي مع الصباح تجي طيب لينا، شوف الباحه مسكينه طاحت الناس ناسه بحوايجها، شتيها ولا ما شتيهاش، امك تجي معاد باش خصنا نديرو نخليوها ترتاح. انا شفت هذاك البرنامج ديال الشينوا تيهضروا، تيولوا الاباء ديالهم تيتعذبوا وتيخدموا والدراري تيبكيو. راه كاين دابا اللي با مسكين الحديد على ظهره ما عرفتش شنو من تمام تيضرب، تيجي للدار تيقول لي ولدو بابا غتخرجنا اليوم، هو بغى هاي يدوشوا الناس غتخرجنا، وكان بعض ما تلقى المراه هي معوجه وجيتي ويلا دينا يلا خرج معنا، كان ما عرفت وبعد المراه خصها تعرف راجلها تمارته، والراجل خصو يقول للمراه تماره تيضرب، يقول لها تماره تيضرب باش توعي ولدها. نتمنى من الله هذه الحلقه وهذه الرساله توصلكم، وهذه الحلقه تعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناه خراز عبد القادر، مرحبا بكم، اهلا وسهلا بكم، ونتوكلوا على الله من جديد، حلقه جديده. راكم لاحظتوا هاد الايام واحد العدد ديال القنوات اللي ولاو تسرقوا المحتوى ديالنا، تيديروا الصوره ديالي انا، اعوذ بالله من قلت انا، تيديروا الصوره ديالي والصوت ديالي، وبعض الناس تيديروا لهم لايك، بعض الناس تيساندوهم، ما ان هاد الناس هادو تيسرقوا المحتوى ديال الناس اخرين، تيسرقوا المحتوى ديالي انا، تيسرقوا ليا وتضحكوا على الجمهور، تيحسب لهم الناس بان الناس راه اللي غادي يصيدوه راه غبي وغادي يشجعوهم وغادي يساندوهم. خص واحد يرد باله شويه، الله يعطيكم الصحه. انا ما تنحسد حد اللي عنده شي مستوى ديالو الله يعاونوا عليه، ولكن بحال هاد الناس هادو انتم تلاحظوا دابا والناس يتصلوا بيا بزاف في التليفون، سي خرج شنو واقع، ما بقاش عارفين القناه ديالك فين هي. القناه ديالي انا معروفه، القناه ديالي فيها انا تنتكلم هكا وتتشوفوني، اما الا شفتوا شي قناه فيها غير الصوره ديالي والصوت ديالي وصافي هادشي اللي كاين، عرفوا راه غير نقولها بصراحه غير شفاره، غير تيسرقوا، ما خصناش يضحكوا عليا ويضحكوا عليكم. هاد الناس هادو ندير لهم ديزلايك، وهاد الناس هادو نسينيريهم كيما تنسينيو حنا، نسينيو حتى نتوما، حنا واحد المجموعه خدامين تنسينيريهم الحمد لله، تيتحيدوا تنشعروا بهم اليوتيوب، ساعدونا في هاد الشيء هذا باش نقيو المحتوى ديالنا، المحتوى ديال اليوتيوب المغربي. واش ما قدنا شي تفاهات عاد نزيدو نشجعوا وحدين شفاره تسرقوا المحتويات بلا حشمه بلا حياه؟ يلا تيدير ديك الاسم ديالو، الكنيه ديك الشاره ديال القناه ديالو. انا المره الجايه هاد القنوات غنقولهم لكم، غنبينهم لكم المره الجايه ان شاء الله، حنا غنسيني لهم، ما حيدوش غنبينوا لكم، غنقول لهم هاد القناه مولاها راه غير تسرق المحتويات، ما تشوفوش فيه او ديروا ليه ديسلايك. واش نحاولوا نضفوا هاد اليوتيوب المغربي، نضفوه شويه، راه حنا راك تشوفوا على عينيكم شنو كاين فيه، كلكم تتقولوها، ماشي غير انا، جميع الناس تيقولوها، جميع المواطنين تيقولوها.
راه شي حوايج كيفيتو المغربي ما تتعجب شيء، ما تتعجب شيء، لا بالتفاهات ولا هاد السرقين المحتويات ولا اله الا الله. واعتذر على هذه الطريقه باش قلت هذا الكلام هذا، ونتوكلوا على الله. الحلقه ديال هذه الليله هذه ونبداوها. واحد الراجل عايش هو ومراته، راجل لاباس عليه، عنده عقارات، عنده محلات ديال البيع والشراء، وعنده وليد واحد. ذاك الولد ملي تزاد وكبر ما زاحمو حتى شي واحد، حتى شي خوه اخر او اخت اخرى، بقى بوحدو، لو فيس يونيك، الطفل الوحيد. هاد الدري هذا لما كبر ومشى تيقرا في الخارج، مشى لالمانيا يكمل القرايه ديالو، الدراسه ديالو في المانيا. بقى خلى باه هو وامو، ولكن خلى باه مريض. داز شي ايام وباه مات. جا داك الدري من المانيا وحضر الوفاه ديال باه، ودفن باه وصبر امو، وقال لمو امي خليني نكمل قرايتي في المانيا، وانت هنايا ما خصك حتى شي خير، عندك الناس اللي مقابلينك، خليني نكمل قرايتي وانا نكملها. راه اما غنخدم تما وديك معايا، اما غنجي نخدم في المغرب. بقى ديك برا بوحدها، مشى هو تيقرا تما. دازت ايام وايام، دازت واحد 6 سنين هو تيقرا في المانيا. تيتصل بامو وتيخبرها ديما بانه راه تيقرا، راه وصل للجامعه، راه في الكليه، راه في الجامعه، راه خدا الدبلوم كذا، راه خدا الدبلوم كذا. وديما كان تيقول لها امي راني تنقرا، ولكن عارفه نتنقرا بفلوس، ديما صيفطوا لي الفلوس نخلص في الشهر، ونخلص الكرا، ونخلص هذه ونخلص هذه. راه ما تنخدمش في المانيا، انا مديها في قرايتي، لان لا جيت ما نبقاش نفرق ما بين الخدمه والقرايه. القرايه عندي واعره وتنقرا شي علوم كبيره، ما نبقاش نخدم. اذا راه المعيشه ديالي والكرا ديالي راه خصها يجيو من عندك. هذيك مو كانت ديما تصيفط ليه 500,000 فرانك، 600,000 فرانك، 700,000 فرانك، مليون فرانك، ديما تصيفط ليه فلوس، كل شهر تصيفط ليه فلوس باش يعيش وباش يكري وباش يكون. هو ما تيجيش بزاف، تيجي قليل، الا جا عام تيدوز بعض المرات عام، بعض المرات عامين، ما تيجيش بزاف. عاد تيجي تيشوف مو وتيدي داكشي اللي خصو، لان ما تيجي ماشي تيجي غير بيشوفها، ولكن تيجي باش تزيد تعاونو اكثر وتعطيه فلوس اكثر، لان هي تشد كراوات، تشد هذه، تشد هذه، تشد هذه. واحد النهار اتصل بواحد البنت، بنت حومته تعرفها، وديك بنت حومته كانت ديما تتصل بها، تسول على مو، هي همزه وصل بينه وبين مو. لما تيعيط على مو ما تلقاش، تتصل بديك البنت تقول لها الوالده واش طليتي عليها، واش شفتيها، واش كذا واش كذا واش كذا. واحد النهار اتصل بديك البنت قال لها شوفي الله يعطيك الصحه، هذه 10 ايام ما هضرتش معايا امي بالتليفون، ما تيجاوبنيش التليفون. سير شوف امي، واش مشيتي عندها؟ قالت لي لا ما شفتهاش هاد الايام. قال لي سير شوف امي شنو عندها وخبريني، واش مريضه، واش شي حاجه، واش كذا واش كذا. ديك السيده مشات للدار ديالهم، تدق ما جا واحد، تتسول ما جا واحد، ما هضر معاها حتى شي حد. شافت واحد المراه، مشات عند واحد المراه، تجي تخدم عندك المراه برا للدار، تشقى ليها وهذا. قالت لها ودي راه ما عرفتها سافرت ولا ما عرفت، انا دقيت عليها، راه هذه شي 3 مرات دقيت عليها ما تجاوبنيش. انا قلت لك ما مشات عند ولدها، ياك ما هذه، ياك ما مشات لهنا ولا مشات هنا. مشات عند خوت راجلها للبلاد، لان راجلها خلى خوتو في البلاد. ديك السيده شكات، التليفون ما تيجاوب شيء، مشات عند البوليس. اولا شعرت ذاك الولد، خبراته، قالت ليه راه امك ما تتجاوبناش، ودقينا في الباب وخدامه تجي عند امك غير هي ما شافتها شيء، شنو غنديروا؟ قال لها علمي البوليس. لا لا سيدي عند البوليس. مشات السيده عند البوليس، قالت لهم سيدي واحد السيده، عاودت لهم القصه كما عاودتها لكم، وقالت لهم خصكم دابا نمشيو معايا لدارها ونشوفوا المراه شنو عندها، واش هي في دارها ميته، او واش هي ما كايناش في الدار تماما، او شي حاجه وقع لها، العلم لله. البوليس بعد الاتصال بالسيد وكيل الملك خبروه، وخداو الترخيص باش يفتحوا ديك المسكن، وفتحوا الدار ودخلوا ليها. تلقاو المراه مذبوحه منعنقه وميته، ولقاو الدم ولقاو كذا، والمراه ميته تقريبا بواحد المده ديال اسبوع ولا شي حاجه. بدات الريحه تعطي منها، بدا الجسد ديالها بدا فيه التعفن.
هنا البوليس لقاو راسهم امام جثه، علموا الطبيب الشرعي، علموا وكيل الملك، علموا الناس ديال ماشي ما كانش ديك الساعه مصلحه الجريمه، الناس ديال التشخيص القضائي، وجاو تما وداروا المعاينات ديالهم وخداو تصاور وصوروا المراه وخداو البصمات وخداو هادي وخداو هادي. ولكن شنو لقاو البوليس؟ شنو عينوا فاش جاو للدار؟ لقاو المراه مذبوحه جالسه على واحد السداري، وقدامها كل واحد تيسميوه في المغرب، حنا تنقول هنا عندنا في الجهه الغرب تنقول السداري، اي مطرح ولا تنجلسوا عليه السداري. لقاو المراه مقتوله مذبوحه، مخنوقه اولا بالفراره ديالها، وداك اللي خنقها يمكن ما ماتش ليه، اضطر باش يذبحها وخلى الفراره في عنقها والمراه طايحه. قدام المراه شنو كاين واحد الطابله فيها شويه اللوز والكركاع، ديك الفاكهه كما تنقولوا، واحد طبيسيل اللوز والكركاع، كاين واحد القرعه فيها العصير، كاين جوج كيسان، كاس لهاد الجهه وكاس لهاد الجهه. هاد الكاس اللي هنا شربوا منه، اي كان عامر وشربوا منه فيه نص، ولكن هاد الكاس اللي في هاد الجهه باقي عامر ما شربوش منه. والمراه طايحه لهاد الجهه، باش نفسر لكم معاينه، طايحه على يديها باليسر هكا. اذا هذا اللي قجا جا من هنا، قجا وقتلها من هنا، طايحه لهاد الجهه. خداو البصمات ديال الكيسان بجوج، تلقاو الكاس اللي مشروب اللي شربي منه فيه البصمات ديال الهالكه ديال المراه مقتوله. الكاس الاخر ما بقيوش شيء وما فيهش البصمات، اي ان ديك القرعه ما فيهاش البصمات، فيها البصمات ديال المراه. الكاس هذا ما فيهش البصمات، هذا فيه البصمات. اذا هذا اللي قتل ما مسش ذاك الكاس ديال العصير تحط ليه، ولكن القرعه فيها البصمات، معناها ان المراه هي اللي جابت القرعه، جابت ديك القرعه ديال العصير، جابتها من الكوزينه وحطتها، هي اللي كبات ليه او كبات شي وحده اللي كان معاها، كبات راسها وشربت من ذاك العصير. صافي دير كان حديث، ولكن في خلال ذاك الحديث اللي كانت تهضر المراه كانت تشرب من العصير ديالها، ولكن هذا اللي كان جالس معاه ما شربش، ما بقاش العصير ديالو. واش ما بغاوش البصمات ديالو يكونوا تما، او انه كان يدير شي حاجه باش مغطي يديه، ممكن قاص في الكاس ما شربش منه، او يعلم الله. ولكن هذا الشيء تتبان بان المراه مات مغدوره من طرف شي واحد تعرفها او شي مراه تعرفها. علاش؟ لانه الباب ديال برا من بغاو يدخلوا البوليس لقاو مسدود بالساروت، معنى هذا ان ذاك اللي قتل المراه حل بالساروت. ثانيا داخل في الدار الماريو محلول، المجوره محلولين، بزاف الاماكن محلولين في الدار. معنى هذا ان ذاك السيد اللي قتل سرق، لان المجوره محلولين، المجوره ديال الماريو محلولين، محيدين من الحوايج. كان تيقلب ربما لقى فلوس، ربما لقى ذهب، ربما لقى داك الشيء. ولكن هذا السيد دا شي حاجه، الا دا شي حاجه اللي غتهز في اليد، ما داش شي تلفزيون ولا شي حاجه كبيره، لا، هذاك بحال تنقولوا حنا فولت بيجو، سرقه المجوهرات. كان تيقلب على المجوهرات، اي تيقلب دوك السنيطخات اللي في الفيترينا، تيقلب على الكيسان، تيقلب في المجوره، تيقلب، بغى شي حاجه اللي تهز في اليد، ماشي شي حاجه كبيره. وخرج وسد الباب. واش هذا كان عنده الساروت جا حل ودخل على المراه، ولكن المراه جلست معاه وشربات معاه او جلست معاها، مع هاد السيده اللي قتلتها ربما، ولا مع الناس اللي قتلوها جلست معاهم. ولكن الكيسان تيبينوا كاين جوج الناس، كاينه هي وكاين شي حد اللي قتلها، وهذا خرج بالساروت. الا كان حل ودخل بالساروت استقبلته المراه لان حطت ليه العصير وداك الشيء، واذا كانت حلت عليه هي فاستقبلته ودخلته او حلت عليها. احنا باقي الان غاديين في البحث، غاديين مع البحث. ولكن هذا اللي قتل فاش خرج سد بالساروت، اذا عنده الساروت، اذا كان تيتردد على الدار وعارف الدار، وهذه المراه ما تفوتها ديال الهضر، لانه لا تخيلنا مصلحه الجريمه تلقاو المراه طايحه لهاد الجهه، طايحه في الجهه كما قلت لكم ديال كاس العمر،
وقجوجه بالفولار ديالها ومذبوحه والدم في ديك الجهه، ربما تا هذاك امر بالدم. قلبوا البوليس مزيان، اي حاجه تتهمهم داوها من اجل يشوفوا البصمات ديالها، يشوفوا شكون اللي يشوفوا الناس ديال مسرح الجريمه والناس يا ربي الناس ديال التشخيص القضائي يشوفوا ربما يلقاو شي امبرنت هنا. قلبوا في الدار كامله ما لقاوش حاجه تفيد. هزوا المراه داوها لمستودع الاموات. هنا السيده لما عرفت جابت البوليس ولقات المراه ميته وشاف داكشي تيدروا، البوليس داوها سولوها، قال لها انت اللي جيتي عندنا شنو علاقتك بها؟ قالت لهم سيدي هاد السيده عندها وليد واحد تيقرا في المانيا وانا تنتردد عليها ديما، وبعض المرات تيهضر معايا هو بالتليفون تكلفني بشي حاجه، سيري عندها قولي ليها قال كذا 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 كذا، وقفي معاه سير صوبي معاه شي وراق، صوبي معاه هذه صوبي معاه هذه. من نهار بات الاب ديالها الراجل ديال هاد المراه مات، المراه بقات بوحدها. تجي واحد المراه بعضها تشطب ليها وتقاد ليها، تنجي ندخل عندها انا، تدخل شي جاره من الدرب، ولكن عايشين في التعايش بعضياتنا في هاد الحومه وعارفينها بوحدها. بحثوا مع ديك السيده بعد فيك انت اليوم انت كنت هنا كيفاش لقيت التليفون؟ ما عيط عليك كنشوف التليفون ديالك. شافوا التليفون ديالها تيقلبوا عليها تلقاو داك اللي عيط لها من المانيا، قالت لهم هذه الرقم ديال ولدها. قال لها علميه او نعلموه. هزت التليفون عيطت ليه قالت لي اخويا راه امك لقيناها مقتوله، راه حلينا الباب وجبنا البوليس كما قلتي لي وكذاك لقيناها مقتوله. تيقول البوليس اللي كانوا حاضرين هنا بقى تيغوت وهي تتسكت فيه، حيت قال لها ديروا له بارلور باش نسمعوا اش تيقول. تيغوت امي لما خليتيني تعرف واحد من النبأ ديال الموت الله يحسن العوان، شي واحد قتل لي مو باه ولا خو في اي بلاصه من تيعرف التليفون مشي تقول له ربك ماتك ولا امك ماتك، تيبقى يقول ولا ان راجعون. تيغوت كيفاش مات كيفاش هذا كيفاش سيرتو قال له امك مقتوله. وقلت لي خويا خصك تجي، امك راه غتبقى هنايا غيدخلوها المستودع الاموات، خصك تجي. واحد الضابط خدم عندها التليفون عاود ذكر معاه قال سيدي حنا الشرطه وانا ضابط الشرطه وحنا الشرطه القضائيه وامك راها مقتوله، راه الا جيتي راه مزيان تعاونا بشي معلومات اللي عندك ولا شي حاجه تقولها لينا اجي قولها لينا الا قديتي تجي. اما حنا المراه غدوز لوطوبسي التشريح الطبي لانه واخا مقتوله كاين التشريح الطبي تعاودوا شوف التشريح الطبي، لانه باش نفسروا واحد النقطه هنا بان التشريح الطبي الاطباء ديال التشريح الطبي لما تيتقتل شي واحد تيمشي يديروا له لوطوبسي تعرفوا واش هذيك القجه هي اللي قتلته او الذبحه هي اللي قتلته، واش ما كلاش شي سم او شي مخدر قبل ما يتقتل. لابد من تشريح طبي، لابد ما يبقى واحد المده عند في مستودع الاموات، هذه راه معروفه. انتهى الامر على هذا الحد ودا السيده وبدا البحث. بدا البحث ديك الخدامه اللي تجي مره الخدامه قالت لهم انا بعض المرات تنجي نخدم معها سيمانه، تنجي عندها مره في السيمانه وتتقول لي اجي مثلا تنجي عندها الاثنين تتقول لي ورجعي عندي الخميس، ترجع الخميس. بعض المرات تقول لي رجعي الخميس تقول لي ورجعي عندي الحد. بعض المرات تخدم عندها 2 مرات في السيمانه وبعض المرات تخدم عندها غير مره في السيمانه حسب الطلب ديال المرحومه اللي ماتت. هذيك السيده شافوا البرنامج ديالها فين كنتي بداك الصباح، فين مشيتي، فوقاش جيتي عندها، واش دقيتي ما دقيتي شيء. كاين واحد البحث معمق. وهنا تنقول الانسان لا طاح الله يحفظ بحال هذا الشيء هذا خصو يتحمل ما دام بريئا، يتحمل البحث ديال الشرطه. راه ماشي راه داو الخدامه بغا يلصقوها فيها لا داو فلانه وبقاو تيقولوا ليها وداروا ليها وقال له قولي صح حقيقه. هذا الشيء طلعت صحار ما كاين شيء. تيجلسوا مع الناس يبحثوا معاهم، البوليس راه عينهم ميزانهم. شكون اللي ما تيكونش داير وتيدخل للشبوق تيولي مشاد مع البوليس؟ هو داك اللي تيبدا هو ما دارش وتيبدا يكذب، هو ما دارش وتيبدا يكذب، تيقول لها قلت شي حاجه غيلصقوها فيا. هو مثلا مشى دق عليها شي واحد، دق في الدار ما لقاهاش، مشى تيجيو عند البوليس تيقول ليه دقيتي؟ لا ما دقيتش لا حد سيدي، انت مشيتي دقيتي على في الدار. وسيدي ما تندقش على ما بين الشوينه. تيقول غنقول دق، تيقول له انت اللي قتلتي. وهنا هذا مشكل كبير تنعرفوه، تيبغيوش يقولوا الشهاده الحقيقيه، تيبقاو تهربوا تيوليو طرف في القضيه، الكذوب ديالهم تيحصلهم ما تحصل واخا ما دايرين والو، تيخربقوا البحث وتيبقاو حتى هما مشكوك فيهم، وداك الشك تيخلي لهم يطلعوا يهبطوا لواحد. نعطيكم واحد المثال في هذا السياق هذا وانت نبغي الافاده. واحد السيد مات ميت مقتول في الشارع، لا مقتول في الليل طاح في جنب الطريق.
داز عليه واحد السيد شافو مضروب ميت، زاد داك السيد خاف، زاد في حالته. تلاقى بواحد السيد جاي، هو غادي والسيد جاي، قال لي السلام عليكم. السلام. هذاك داز لقى داك السيد ميت، عيط للبوليس، قال شكون داز؟ قال لي واحد السيد داز. هذاك السيد الاول اللي داز عرفوا الاخر، قال شفت فلان هو اللي داز من تما وسلم عليا، انا ما قاتلش، ولكن تعيطوا عليه حيت هو عارف السيد ميت، يقول سيدي انا ما دزتش، تلاقيت بعدا ما تلاقيتش به سيدي، انا ما دزتش من تما. اودي تلاقيتي بالك دزتي وما دزت ما شفتش. هنا تيولي طرف وتيولي عليه بحث، وتيولي يطلعوه يهبطوه، وتيولي لانه كان يقول لهم شفتوا اسيدي وانا خواف، شفتوا اسيدي في حالتي الله يكثركم عرفتو ميت ولا سكرات، في حالتي لا هو ما دزتش من تما كاع. هنا فين تيتصيد الواحد. بحثوا مع ديك الخدامه وبحثوا مع ديك السيده، وبدا البحث تما في الحومه. بحث مع هذا، طلع هذا، شكون اللي جا عندها، نمشيو عند الخضار، واش جات عندك اخر مره جات عندك كذا كذا. تبين من خلال الطب الشرعي، تبين من خلال الاوتوبسي اللي داروا لها، التشريح اللي داروا للمراه، بانها مقتوله بواحد السيمانه وهي مقتوله السيده. ذاك النفخ اللي عندها الريحه جوتها سيمانه كما تيقولوا في المسطره ديالهم. كان الحال بارد الحمد لله، والمراه محطوطه بواحد الجهه وما كانش الحال تخون بزاف، كانت توقع كارثه. اسبوع السيده ميته تما، ولكن تنفخات بيان سور تبدلات والريحه وكذا كما قلنا. جا ولدها من برا، البوليس تيبحثوا بالنسبه لعائلتها، وديك المراه مسكينه من سوء حظها تيقولوا ما عندهاش عائله، ما عندهاش. كانت عندها واحد اختها ماتت فاس، ولكن كاينين جوج خوت راجلها، هاي عمام ولدها اللي في المانيا، عمامهم بجوج. في كاين هاد الناس هادي باش جاو عندها، تقول لهم ديك السيده الخدامه، قالت لي ما ودي هادي شي 3 شهور جاو عندها هما بجوج واحد المره هنايا وتعشاو باتوا، ولكن انا ما عرفتش الحديث فاش تيدوروا، علاش تيهضروا معاها الحديث انا ما عرفتش. ولاو هادوك جوج ديال ولاد عمها، ولاد عم يا ربي خوت راجلها، دوك خوت راجلها ولاو حتى هما ما نقولش مشكوك فيهم، ولكن خصهم يدوزوا في البحث، يعني هما اللي كاينين في العائله، هما اللي جاو، هما اللي باتوا عندها واحد النهار، هذه 3 شهور. البوليس اضطروا باش ينتقلوا، مشاو حتى للدكاله ومشاو عند دوك الناس. اول ما كانش مخبورين بالموت، حتى واحد ما خبرهم، وجاو بوس الغفله وبقاو تيبحثوا معاهم فين كنتي ما فين كنتي، تلقاو دوك الناس غير في ذاك الدوار جالسين ما مشاو فين، والبحث كان جاري بالتعاون مع الدرك الملكي، وتبحثوا عليهم. في الاخر قال لهم ودي حنا هذا البحث نديروه، وهذا المحاضر درنا لكم، السيده لقينا مقتوله مرت خوكم. جاو دوك الناس، جاو حتى هما، السيده باقا في لامورغ ما دفنوها شيء، قدامي تيبحثوا. جا الولد من المانيا، جا الولد بسرعه، جا الدري بسرعه، جا بكى غوات الناس تيعرفوه تيسكتوه كذا، وهذا تعزيوه. عاودوا داروا كان كما تقولوا الليله الاولى ديال العشاء داروها الجيران، اللي فاش جا هو قال لهم ودي غنديروا العشاء الوالده من جديد، دار العشاء الوالده، جاو دوك عمامو، جاو هذا واحد من دوك عمامو قال له واحد الهضره، قال لي ما ودي غير باش نقول لكم واحد القضيه، هاد الدار هاد الديور هاد الملك وهاد الشيء اللي خلى المرحوم الله يرحمه خلات هاد المراه، راه داك الدري غير مربي، راه ماشي ولدهم. الدري جا من المانيا قال لهم غير مربيه ماشي ولدهم. كيفاش ماشي ولدهم؟ غير مربي. بون نرجعوا نشوفوا الحاله المدنيه وكذا، شوفوا لقاو الحاله المدنيه، الدري مسجل في سميه المرحومه وفي سميه الراجل اللي مات. قال لي ما وديها ما الحاله المدنيه راه، قال لي لا عمرها ما كانت تتولد هي، وحنا في اخبارنا بان ربات الدري، شحال اللي قال لنا خويا بان ربات الدري. كيفاش ربات هذا الدري هذا؟ هو في الحاله المدنيه مخطوط بالاسم ديال الاب والاسم ديال الام. هنا ولات قضيه اخرى، ولات هضره اخرى. هادشي غادي يدخل في الورث ما يتعلق بالورث وكذا، ولكن بالنسبه لذاك الولد هو تاعك تامه. الولد جلسوا مع البوليس سولوه، قال له ودي حنا سقنا شي خبيره وسمح لينا، هاد المراه هذه ام ديال؟ قال لهم ايه. والاب اللي مات با؟ قال لهم با. عمرك ما سمعتي شي هضره بانك مربي؟ لا عمري ما سمعت هاد الهضره هذه، وانا في حسب الحاله المدنيه تعرف هذه امي وهذا با. الى هاد الناس غيقولوا ما عرفت. جابوا دوك ولاد عمام جلسوهم، ولاد عمام ولا وليدي راك انت مربي،
قال لهم لك انا مربي، انا شاك فيكم انتم اللي قتلتوا، لان امي كانت تشكي بكم انتم بجوج. انتم تجيبوا تديو رزق وتقول خوك كتب لينا وعطينا ودير لينا وتتسلفوا، ما عنده فلوس، شحال مسلفكم ديال الفلوس، با انا مسلكم فلوس وبا ما تيحملكمش، وكنتوا تجيو وتديو الفلوس وتطمعوا وتديروا ليه. انتم قتلتوا امي، انتم قتلتوا امي، قتلتوا مرت خوكم، انتم اللي قتلتوا. انا تنوجهتوا لكم انتم، تنوجه حتى شي واحد. قضيه تشبكات ولا فيها هضره اخرى ولا فيها كلام اخر. البحث ما عطى والو. السيده دفنات مشاو دفنوها. هذوك ولاد عم بقاو تيجلسوا عند واحد الجيران من عمو باش يجيو للدار. الدار تفتحات وتنقات وداك الدري جالس فيها وتشطبات ولا طلع عطاه، والدري بقى جالس فيها باش يقاد اموره، بغا يقاد اموره مع القاضي مع المحكمه مع كذا مع الورث مع داك الشيء، بغا يقاد اموره. الاخرين سامرين تما جالسين تيقول لا حنا بالله وبالشرع. حنا سيدي شي واحد نبههم قال له سيدي ما غنمشيو حنا هنا حتى غنديرو شيكايتنا لوكيل الملك وبغينا لا دين. هاد الدري ماشي ولد خويا، هذا مربي. الا كان شي تزوير راه كان شي تزوير من الاول. البوس مشى والماتيرنيتي فين تولد وتيقلب وتيلقاو في الريجستر في الماتيرنيتي بان هاد الدري ولد هاد الناس وهاد المراه جات ولد هاد الناس. خويا تيقولوا هاد المراه لا يمكن في هذاك العمر باش تولد هذاك الولد وما عمرها ما ولدت وكانت عاقر وكانت كذا وكانت كذا. القضيه كانت غدا تتبقى القضيه ديال القتل ديال الموت ديال القتل ولا القضيه ديال المشاكل ديال الورث. وهادو يسموا الدري ماشي هذا، وداروا الشكايه وتقدموا للمحكمه وتيطعنوا وتيقولوا هاد الدري ماشي ولد هاد المراه، راه مربيه وراه في اخباري. خويا قال لنا فاش كان حي قال لنا ودي راه واحد المراه هي اللي جابت لهم الدري. تيقول بان عمهم خوهم تيقول بانه عاود لهم هما في البلاد، قال لهم واحد السيده طلبناها قلنا لها شوفي لنا شي وليد وراه جابتو لينا، قالت لك جابت واحد المراه قالت لها هذه راه غتولد غتعطيه لكم، هاد المراه ما عندها شيء وغتعطيه لكم. وفعلا ديك المراه جات عندنا حامله. هذاك تيقول الميت دابا تيقول لهم حسب التصريح ديالهم، تيقول جات عندنا امراه حامله وبقات معنا واحد المده في الدار تقريبا واحد الشهرين حتى ولدات ومشينا معها وولدات، ولكن خدينا السميه ديالي انا باش نتهناو من المشاكل. هادي تيقولوه. التعليمات اللي جات عند السيد وكيل الملك قال سيدي وبحثوا حتى في هذا الشق، بحثوا فيه مع السبيطار مع الناس مع الجيران، شوف بحثوا زيدوا بحثوا شويه. راه حنا تنبحثوا في هذه القضيه ديال هذا الولد والورث والادين واش ولدوا ماشي ولدوا، ولكن تقد تخرجكم في الموت. زيدوا بحثوا عمقوا البحث. بقاو البوس يبحثوا هما يوصلوا لواحد المراه. ديك المراه قالت لهم اسيدي الصراحه هذاك الدري مربي، واللي كانت حامله به هي واحد السيده تنعرفها وهذوك راه كانوا صحاباتي، وديك السيده راها كاينه وموجوده اللي كانت حامله به، وهذيك السيده راه صاحبتي وعاودت لي قالت لي راه تلاقى بالدري ومجا من المانيا ديك المره تلاقات به وتتهضر معاه وتقول له ولدي انا هي امك. قالت له سيدي هذا الشيء اللي عطاه الله، هادشي اللي كاين. قال لها ورينا الكاميرا. ديك المراه خارجه على المدينه، ما ساكناش في المدينه، خارجه في واحد الدوار. مشاو ليها البوليس وصلوا ليها، جلسوا معها قال لها قولنا الله يعطيك الصحه واحد القضيه وقعت فلانه تعرفيها؟ قالت لهم نعرفها سيدي. في اخبارك مالها؟ قالت لهم لا سيدي. قال لها تقتلات. كيفاش تقتلات؟ والولد وولدهم؟ قالت لها رجع من المانيا. قالت لهم هذاك راه ولدي يا سيدي. شحال هذه ما مشيت عندك المراه؟ عمري ما مشيت عندها. انا مشيت عندها 2 مرات في النهار الاول قبل ما نمشي ندري لالمانيا، باقي تيقرا هنا وغادي نمشي لالمانيا. مشيت عندها وقلت لها شوفي يا فلانه خص ولدي يعرفني، ولدك خصو يعرفني، ولدي خصو يعرفني. ودارت فيا ونوضت معايا صباط ومشى الحاج راجلها جرني وقال لي شوفي ما تنوضينا صداع، الدري هو غيقرا هو غيمشي لالمانيا وانت اللي خصك تجي خوضيه، والدري كبر غيعرفك. حنا غنقولوها ليه دابا ما تنوضينا صداع، الدري في المستقبل ديالو غادي يقرا وغادي نبرزطوه. وتهلا فيا الحاج، تهلا فيا وتمشي عنده تيتهلا فيا. نهار سمعت الحاج مات، ولكن وصلت لولدي وتعرفت انا مع ولدي وهضرت معاه شحال من مره. عمري ما دخلت عندك اللي رباتو، عمري ما دخلت عندها اللي انا عطيته ليها واللي دخلت بيناتنا وسيطه هي فلانه. فاش كنت حامله انا كنت حامله لا شرعيه، انا نقول لكم حملني واحد وهرب.
ولكن واحد السيده قالت لي شوفي غتفضحي واحد المره تتقلب على شي تربيه تربيها، وولدي عندها راجل لاباس عليه، ولدي عنده خلي ليه الدري خرجي بحالك تمشي تخدمي على راسك ودبري على راسك. وفعلا هادشي اللي وقع. قال لي انا المراه اللي دارت واسطه كاينه؟ قالت لهم كاينه. توريها لنا؟ قلت نوريها لكم. داتهم وصلتهم عند ديك المراه اللي كانت واسطه. هذيك المراه قالت لهم فعلا سيدي، امراه كبيره، قالت لهم فعلا هاد السيده هذه حملت مع واحد السيد هرب عليها وخافت من الشوهه وكنت انا ساتراها، والسيده اللي ماتت صاحبتي تنعرفها، وكانت قالت لهم انا تنبيع غير ربيع داك القزبور والمعدنوس داكشي ديما تتقدم من عندي. وواحد النهار كانت تتهلا فيا، واحد النهار وصلتني قالت لي شوفي انا راه ما عندي لا ولد لا بنت، الا بنتك شي واحد عندكم في العروبيه تما شي وحده عندها شي وليد بغات تولد، ولا شي بنت بغات تخليه في السبيطار، ولا شي وحده تعطيني شي ولد نربيه، ولكن ما تعرفين ما نعرفها ونتهلا فيك. قالت ليها وهذيك تنعرفها عندها داك المشكل، ولقيتها بها وتهلاو فيا، ما نكذبش على الله تهلاو فيا. والاخرى كانت باقا ما غتولدش يلاه عندها 7 شهور، وجلست معها في الدار وولدات وخلاتو ليها من تما. سيدي انا اخترت معاهم، تنتلاقى بهذه مره تنسول عليها، تنقول لها كذا، تقول لي راه توحشت ولدي بغيت نشوف، تقول لها بعدي من الناس داروا بحال مدنيه ورباه وقرا واش بغيتي عنده، ولكن هذه كانت ديما تنجبدوا ليا راه كذا راه مشى راه تيقرا راه تيدير. المراه من حملات عطاتهم ذاك الدري نهائيا خداو داروا بحال مدنيه زوروه زوير، ولكن بقات متبعه ولدها، بقات متبعه الكبده ديالها، بقات متبعاه. طاحت ديك الفاجئه، ولكن هي ما ساقش خبر بان امراه قتلات، حتى مشاو عندها البوليس في البحث، عاد قالت لهم هذاك راه ولدي يا سيدي، وتنتلاقى به وهذا وهذا وهذا. اخر مره تلاقيتي به، اخر مره قالت لهم اخر مره هذه قل من شهر، واحد 20 يوم. كيفاش 20 يوم؟ قلت لهم هذه شي 20 يوم تلاقيت به. فين تلاقيت به؟ عيط عليا وسلم عليا ودور معايا وقال لي ما تقول حتى شي واحد انا جيت، ما تقول حتى شي واحد انا جيت، غير نشوفك، راه ما عندوش نشوفهم هما. 20 يوم جا بلا جا. هاد الوقت اللي تتقول المراه قبل ما يجي هو بصفه رسميه فاش تعلم بالموت وجا، تتقول تلاقيت به وجيت عنده. قبل في وقت الموت جات عنده، او في ديك السيمانه فاش وقعت فاش قتلت المراه تتقول لها تلاقيت به. جابوا المراه المواجهه، قالوا لي تصنت سيدي هاد المراه هادي عرفتيها؟ ما بقى ما يقول، قال لهم ايه هاد المراه واحد النهار قالت لي انا راهي امك وانا مربي وانا كذا وانا كذا وانا كذا، وبقيت معها في اتصال. انا ما قالت لي امك ماشي اعتبرتها ان امي، ولكن انا ما كنت ما عنديش يقين بان امي ولا ماشي امي، نعرف امي هي اللي ماتت، ولكن هذه المراه بقات ديما تجي عندي تقول لي انا امك، عطيتها التليفون تهضر معايا بالتليفون مره برا، من تنجي هنا كنت نتلاقى معاها مخبي، ولكن عمري ما قلت لامي انا تنتلاقى بواحد المره. قالت لي مربي واحد المره اللي هضرت مع امي كذا واش انتم مربيني؟ قالت لي لا، ولكن ديك السيده بغيت نجبدها بغيت نهرس. ولكن هذه المراه تتقول لك دابا انت هذه 20 يوم تلاقات بك، 20 يوم راه كنتي في المانيا انت. قال لي ما كنت في المانيا ما تلاقيتيش بها؟ قال لي لا ما تلاقيتش بها. المراه قالت لي تلاقيتيني يا وليدي، جيتي وتلاقيتيني وقلتي لي انا ما بغيت حتى شي واحد يشوفني، جي نشوفك غير نتايا، وعطيتيني 60,000 ريال. هنا وقع مشكل، وهذا الولد ولا موضوع شك في هاد لافير هادي. هنا البوليس خداو الباسبور ديالو واتصلوا بالشرطه ديال الحدود وسولوهم في المديريه العامه الامن الوطني اللي كان ديك الساعه الاداره العامه الامن الوطني، وسولوهم على هاد الدخله والخرجه ديالو. قالوا لقاوه داخل وخرج في 48 ساعه، دخل وخرج في 48 ساعه. دخل المغرب ومشى للدار وخرج في 48 ساعه، كان داخل وخرج، اي قطع لي روتور، جا من المانيا ومشى ورجع لالمانيا، وبقى ساقر تما في المانيا ورا ذاك الاسبوع، حتى قال ديك السيده تمشي تشوف امي اش عندها، وقالت لها قلت وجا تيقول انا عاد جيت عام ما جيت تكذب. هنا قالوا لي البوليس شوف حنا ما كان ما تخربق علينا، هاد المره مشيتي عند هاد امك هذه وتلاقيتي بها هذه 20 يوم ما تقول لنا حتى شي حاجه، انت جيتي ودخلتي، هاد الباسبور ديالك هو تيهضر تيقول لك جيتي ودخلتي، جيتي ورجعتي في 48 ساعه، دخلتي للمغرب ورجعتي. فين كنتي؟
علاش جيتي؟ فين جلستي؟ زيروه. انا ما تنقولش هذه كلمه زيرو خاطر نكرهها شويه، هاد زيرو لان بعض الناس ياخذوا فيها واحد هذا زيرو بالحجج بالقرائن، ما يثبت المراه تقول لك انت تلاقيتي بها هذه 20 يوم صافي دير تلاقيتي بها واحد في الفتره اللي تقتلت المراه ذاك الاسبوع تلاقيتي بها، وانت تقول ما تلاقيتش بها وما دخلتش المغرب تعلموني، وهنا في الباسبور تقول لا دخلتي وخرجتي وعاد جيتي عاوتاني، جيتي من المانيا ورجعتي وعاد جيتي باش علموك جيتي للبوت. شنو غتقول لنا؟ ما لقى ما يقول، هو يعاود لهم كل شيء. اش قال لهم؟ اولا وفاتني ما قلت لكمش واحد القضيه، هو مجا من المانيا جا معاه واحد صاحبه المجيه الاخرى ماشي في الاولى فاش تلاقى ديك المراه، المجيه الاخرى فاش علموا بان امك ماتت جا معاه واحد الدري من المانيا. لما بحثوا البوليس مع شرطه الحدود ووقفوه وثبتوه وبالقرائن حجاج وتبين بانه دخل وخرج واعترف بالجريمه اللي دار، واعترف بانه كان الجهه ديالو مع واحد صاحبه، وقال له هذا صاحبي راه ولد دربنا وراه جا معايا حتى هو. البوليس قالوا جيبوا ذاك ولد الدرب وشوف في راسو شي حاجه حتى هو. جابوا ذاك ولد دربهم دري تيقرا ماشي ما تيقراش في المانيا، خدام في المانيا ومصاحب معاه في المانيا. هو يعاود عليه واحد القضيه، قال لي ما خويا هذا السيد فعلا واحد 3 ايام ولا 4 ايام هو ما تيحيدش من حدايا وعايش معايا وديما معايا، ولكن واحد 3 و4 ايام غبر من المانيا غبر. ولما جا ما قالش يا كنت في المغرب، قال لي ودي راه مشيت لواحد المدينه اخرى تما في المانيا عطاهم سميتها، مشات تما وتلاقى شي بنت وغيتزوج بها. قال لي هذا الشيء هذا، قال لهم ولكن المشكل ديالو انا هو اللي تنعطيه الفلوس، انا تنعاونو. هاد الدري الفلوس تيجي من دارهم هذا مبلي الحشيش الغبره، ما قرا حتى زفته، ما تيقرا حتى حاجه، ما تيدير حتى حاجه في المانيا. الخدمه اللي دخل ليها قال لهم سيمانه تيخرج يدبر غير باش يكمي، وانا ديما تيجي عندي حتى ولد بلادو ولد حومته وانا مهلي فيه. فعلا ديك السيمانه غبر عليا ما عرفتوش فين مشى، ولكن ما قالش يمشى للمغرب، غبر عليا طار ما عرفت مشى شويه بان. قال لهم الا كان في ذاك الوقت جا المغرب ورجع الله اعلم، ولكن نقول لكم هذا السيد راه ما عنده شيء، راه ما خدام ما دم ما تيقرا ما حتى شي حاجه. رجعوا للدري اش تيقول؟ الدري تيقول فعلا انا من مشيت لالمانيا تنقرا خرجوا عليا شي وحدين تصاحبت معاهم وبلاوني بالحشيش وبلاوني بالغبره، وليت تندق ورا حالته تيدق وتنجا الوقت ما. المهم تندبر باش نكمي وتنتسنى الشهر باش تصيفط لي الوالده. كنت تنتسنى فلوس الشهر في المانيا مع كريمه قاداليش مع الحشيش مع كذا، الشيء اللي عطى الله. عاودينا على امك كيفاش وقع معاها، وقال لي انا واحد المره جيت وتلاقيت بديك المراه تتقلب عليا ولقاتني، ولقيت واحد السيده من الحومه قالت لي واحد السيده راه بغات تهضر معاك، وداتني ولقيت هاد المراه وقالت لي عطيني شوقيت الله يكثر خيرك، وعطيت توقيت وقالت لي ودي انا راه هي امك انت راك مربي، وعاودت لي قصه كامله وداتني حتى لعند المراه اللي كانت وسيطه. وديك المراه ما قالتهاش ديك الوسيطه عبرها قالتها لهم، ولكن جات هي في المواجهه وقالت فعلا جات عندي هي واحد النهار قالت لها قولي لهاد الدري قولي لي عافاك الحقيقه، قالت لها وليدي انا امك كانت حامله، هذه كانت حامله واحد السيد حملها وهرب، هذه راه مهمتك، وانا وليدي مهمتك كانت تشوه كانت توقع على مشاكل. وقالت لي يا ولدي انا ما نقدرش نربي هاد الدري وما عندي كي ندير ليه، وانا هاد الناس كنبغاو لي ديتك وليدي، انا ديتك مشينا معاهم وتهلينا في واحد السيده في الماتيرنيتي وتقيدتي تما وهذاك باك وهذاك امك، ولكن الصراحه وليدي راه هذه هي امك هذا باك. الا كنتي انت هو الدري اللي ولدتك هاد المراه واللي توسطت لك انا، العلم لله، اذا كان شي دري اخر يمكن هما هذا ربهم عند شي عائله اخرى الله اعلم، مي حنا اللي عرفنا هذه المراه من حملت انا ديتها عند امك وامك خداتك ودارك في حال المدنيه حيت دينك بالقماط عاد تولدتي. وقال لهم ديك الساعه بقات فيا ديك امي وبقات فيا داك الشيء وهذا، وانا مخصوص وكنت نجي عندها تنقول لها خصني ندير شي مشروع في المغرب، تقول لي لا بقى في المانيا كمل قرايتك، انا خصني فلوس وخصني ندير مستقبلي وهي غتجمع،
ودوك عمامي تيجيو يديو ليها، ودوك عمامي غيعريوها وكذا وكذا وكذا. ولكن هو ما كانش عارف بان عمامو عارفين انه مربي، عمرهم تعايب معاهم باش يخرجوا لي الهضره هذه. وتيقول لا انا الوالد الاصلي، انا هو الوالد الحقيقي، وانا الوالد الوحيد. انا ما بغيت الفلوس. الوالده تنقول لها بيعي هذه بغات تبيع حتى حاجه، وانا تنكبر وانا كذا، وانا تنتظروها الصراحه، انا تنتظروها وتنغبر وداك الشيء. وهذيك الوالده تعطيني، واخا تنجي عندها انا عطينا شي حاجه تكذب عليا، ولا صيفط لي غير 2 مليون في الشهر ولا كذا، وانت تدخلي ما تتصيفطش ليا، وعرفت الفلوس تيمشيو. وديك المره من قررت وجيت ودبرت على شي فلوس من تما ديال الطياره، وجيت من المطار، ما بغيت حتى شي واحد يشوفني، وجيت عندها في الليل ودقيت عليها وداك الشيء ودخلت، وجبت واحد الباليزه ودير فيها غير شي تخربيق باش نثبتها، وعاد وراهم واحد الباليزه خلاها فيها شي شراط. شحال من مره جبت لك هاز معاه باليزه جاب، قال لي بقيت نهضر معاه تنذكر معاها، وعرفت اللي في راسها ما تعطيني لا فلوس، ما غتبيع لا ملك، ما غدير والو. الشيطان واش غنقول لك، قتلتها. كيفاش قتلتها؟ وكان جابت واحد العصير وحطت لنا شي لوز وكركاع، وبقيت نهضر معاها. وانا الليل خصني ما يطلعش ليا النهار، ما يشوفني حتى واحد تما، خصني نقضي في الليل ونسد في الليل. المهم واحد الوقت غفلتها وقجيتها بفولرا ديالها مزيان وهذا، وكنت داير معايا واحد الموس وخرتها بالموس وماتت. واش درت اخر؟ المهم دوك الحوايج اللي فيهم قاسوا ليا بالدم داكشي حيدتهم، ولبست حوايج اخرين وتسنيت حتى طاح الليل مزيان وسلت. وفين مشيتي؟ مشيت لكازا. فين مشيتي لكازا؟ مشيت لواحد لوطيل نعست فيه تما وهذا امك تقول تلاقات بك وهذا قال لها ما تلاقيت بها قبل ما ندير العمليه. وقلت لها امي طليت فيها كما جبت معايا شي ريال، طليت فيها وقلت لها شوف المستقبل غيكون مزيان ان شاء الله وهذا، ولكن انت هي امي الاصليه وانا غنتهلا فيك، ولكن ما تقول حتى شي واحد انا جيت، ما تهضريش على جيت، انا هذوك جيت نشوفك غير انت باش نهضر معاك، ولا عندك شي ولاد وشي حاجه نديهم لك لبرا يعيشوا معايا وداك الشيء، وانت هي امي، ما تقول حتى شي واحد جيت. المراه قالت صح، هو قال لها ما تقولش شي واحد انا جيت، ولكن ما عرفت واش غيدير هذا المصيبه الكحله اللي غيقتل. قال لهم في الدار البيضاء الصباح نط من لوطيل، شديت عاوتاني طياره وكان عندي البيي موجوده، وشديت الطياره وعلقت ومشيت. وقت المراه قلت لها ومشى لألمانيا، رجع باش عاد غيجي وعاد غيقد مسائله وعاد غيبدا يبيع وغيجمع بزاف فلوس، وبحال هاد النور عارف انه شري فلوس غيرجع تما. الا كان تيشري 1000 درهم ديال الكوكايين ديال الغبره غيولي يشري 5000 درهم 6000 درهم. وتنعرفوا دوك المخدرات، واخا يكون عنده واحد عنده الملاير وتبع دوك المخدرات والله لا بقى عنده ريال بالله. وراه الناس ديال اللي تتصنتوا لي الان ديال الجاليه المغربيه ديالنا برا راه تيشوفوا شي وحدين تما المانيين ولا نصارى ولا مغاربه ولا عرب ولا بعض، دوك صحاب الكوكايين كيفاش تعيشوا، تيولي فايت. وكاين هنا اللي تيديروا لك الغبره هنا، عرفتهم انا والديهم كان لاباس عليهم طبوا لوالديهم، راه ماشي ديك الغبره هي الحشيش ديك 20 درهم ولا الكيف 10 درهم ولا كذا، راه هذيك تبدا من 500 درهم وانت تطلع 500 درهم الشمه، راه تعرفوا الناس اللي تعرفوا في هذا الشيء، الله يعفو الجميع. كان غيطب في كل شيء، كان غيطب في الفلوس، غيطب في كل شيء، وبلانه ودار خطه في راسه ودار واحد الخطه ودار بلان. اشنا هي؟ غادي نتسلت من المانيا نجي نقتلها ونرجع، وعاد نجي نقول مهمتي تلاقى بديك المرأة. ونقول لكم واحد القضيه، دابا بعض الناس غيقولوا تلاقى بديك المرأة وكل ما تلاقاها شكون فلت مع ديك امو، كل ما تلاقاش بها غيفلت. والبوليس راه لابد ما يمشيو مع شرطه الحدود كي كان ديك المرأة لا، فوقاش دخلتي وفين جيتي وفين مشيتي وتصل بشرطه الحدود، ودوك ولاد عمو غيدوزوا معاهم حتى هما اللي كانوا مشاو للسوق، غيقولوا اين سوق مشيتوا وشنو تسوقتوا وشكون اللي كان معاكم وشنو شفتوا في السوق. الروح هذه، والروح عزيزه عند الله، باولي ما تنساش بان الروح عزيزه عند الله، والله تا هو تيكون ديك الساعه ماشي من الباحثين اللي تيبحثوا، ولكن من الهادين تيهدي داك الباحث اللي تيبحث تيهديه، البوليس اللي تيبحث، الشرطي اللي تيبحث، راه الله تيعاون
لان العزيز عند الله، الله تيوجهو تيوري الطريق اللي ياخذ. الله اللي وجه دوك البوليس باش يدوزوا عندك يقلبوا على عندك المراه اللي قالت لي المراه هذا مربي، واللي وجههم وصلهم المولي مربياه. ربي بغى ديك المراه باش تقول لهم شفتوا وجا عندي وتلاقيت انا وياه في الوقت، في ذاك الوقت، في ديك السيمانه ديال المراه باش تقتلات. وغنقولوا الله عمى راسو، مشى عند ديك المراه مشى يقول لها كوني هانيه، زعما ما عرفتش شنو زعما مشي نفرحها نقول لها كوني هانيه، ولا خافت تسق الخبار، ولا الله اعلم طاحت عليه فكره. ربي عماه، ربي يعمي بعض المرات، شي وحدين تيعميهم عماه الله سبحانه وتعالى، عرف نيتو اشنو فيها. وتقدم الجنايات وتحكم بالاعدام. ما رحموش، تحكم بالاعدام ولا باقي في السجن. شوف الافكار شنو غنستافدوا من هذا الشيء هذا، شو الافكار ديال هذا بنادم هذا. شوف الافكار، صيفطوه يقرا عمره ما قرا، صيفطوه لالمانيا يقرا عمره ما قرا، وخدام على مرا مسكينه ما قاريه شيء، خدام عليها. رانا نجحت، رانا طلعت العلوم كبيره، راهم زادوني، دابا انا في الجامعه، انا في الكليه، والمراه مسكينه تتخممني وتتشوف داك الدري وتشوف داك الولد ديالها خدام تتكون في المانيا غيكون منه الكاينه، هو حتى حاجه غير المخدرات كما قال داك سيدي الجامعه وشاد فيه، قال المحاضر غير المخدرات عمره ما قرق فيها. والحليل اللي كاع ما تعيش. واحد البنت راه دازت في امريكا، واحد لوراتور بحالي تيقول على الجريمه حتى هو في امريكا. واحد البنت عائلة معيشه وسط دارهم، وتتبين لهم بان نجحت وراها قاريه، وتعرف الناس واعيين وقاريه ونجحت ومشات للجامعه ودارت وراه فعلت وكذا، وتجيب الورق مطبوعين وتجيب الشواهد مزورين، وغادا وضربت وصلوا هي ما تتقرب تدي تسفتها مع واحد البراش شيش ماكري عايشه معاهم تدروكا معاهم، والوقت اللي شافت غتفضح وجابت واحد جوج وكلاتهم يقتلوا والديها وقتلوا والديها. هذه جريمه معروفه في امريكا، قتلوا والديها خافت غتفضح. بحال هذا علاش قتل مو؟ عارف اش تابع، عارف الفضيحه، عارف بلا نجاح لا شواهد لا حتى شي حاجه، وتشوف ديك الاملاك اللي خلى داك الراجل اللي مات وخلى ديك المراه راه غايذبح بهم ولا غايدير. شاف مستقبله في داك الشيء، في الاصل ديال التركه، شاف مستقبله في ديك الدويره ديالها وديك الحوينتات ديالها وداك الشيء الكلا اللي عندها، شاف فيه المستقبل ديالو انه خسر من شرق المانيا. وجا عند المراه اللي مربيه وتعيط لها امي، وكبراته ورضعاته وقتلها. ماشي غنقولوها امو الحقيقيه، راه هي كريطه، هذيك غتدخل في السوق، هذيك غتدخلت غادا تا عطا الله عطاها، بغات ولدها وبقات تتبعها، كانت وبغات تجروا لعندها وتجروا لهذا وتجروا لهذا. ماشي هي اللي خرجت عليه، خرج على راسو، خرج عليه المخدرات، وخرج عليه الطمع، وخرج عليه الخطط العوجه اللي بغى يدير، وتحكم بالمؤبد. وخرج عليك المراه وما بقى عندهم ما يورث. شكون من الورثه؟ هما دوك عمام، لان المراه مسكينه ما عندهاش الورث الله يرحمها، وداك الراجل الله يرحمه ولكن خوتو عندهم حق في الورث وغادي يورثوا، والاخر يبقى في الحبس. وكما قال لي واحد الضابط، المصيبه الكبيره ماشي غير الحبس، شكون اللي غيزوروا في الحبس. بحال هذا النوع ما عنده لا زياره ولا مولاي بيه، وما تلقاوش في الحبس دابا عايش مزيان، لا اللي ما عنده لا زياره لا والو، تيتهلك في صحته، تلقاه ولا زحاف ولا سبق ولا حمق ولا هذه هي المصيبه الكحله. نتمنى من الله نكونوا استفدنا من هذه الحلقه، استفدنا شي حاجه اللي تهمنا وتهم وليداتنا، والله يحفظنا ويحفظكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.